اسرائيل عندها الامكانيه ان هي تتجسس على كل حاجه بتحصل على واتساب. مش انا اللي بقول، من كام يوم شركه ميتا اللي مالكه تطبيق واتساب طلعت بيان قالت فيه ان في شركه اسرائيليه بتطور برنامج تجسس قدرت ان هي تخترق وتتجسس على 90 مستخدم لواتساب من دول كتير حوالين العالم، ومنهم مواطنين في دول اوروبيه. والشركه ما قالتش بالظبط هم مين ال 90 بني ادم اللي الشركه الاسرائيليه دول كانت بتتجسس عليهم لفتره ما حدش يعرف هي قد ايه، بس هي قالت ان هم نشطاء صحفيين سياسيين وحاجات شبه كده. نيجي بقى للجزء المهم، ان الفايلز اللي اتبعتت للناس ديت على الموبايلات بتاعتهم كانت حاجه اسمها زيرو كليك، يعني فايلات انت مش محتاج تدوس عليها او تفعلها علشان الفيروس او البرنامج الخبيث يتفعل الموبايل بتاعك. لا، هي الشركه بمجرد ما بتبعت الفايل ده للموبايل هي بتقدر توصل لكل الرسائل وكل حاجه بتحصل على واتساب ومتهيألي على الموبايل بشكل عام. ودي مش أول مرة الشركة الإسرائيلية ديت تكون متسببة في حالة اختراق أو حاجة خاصة بواتساب، لأنها من فترة كده كان في حالة مشابهة صابت 1400 جهاز حوالين العالم. متهيألي في العصر اللي احنا عايشين فيه ده مفيش حد آمن على الإنترنت بنسبة 100%.